بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. باذن الله النهارده هنعمل الكشري المصري. ده بقى اكلة العيش، يعني الكبار والصغير ياكلوه في البيت، ياكلوه محدش بيختلف عليه. انا اول حاجه عملتها ان انا سلقت العدس، بسلقه في ميه عادي، مبكترش الميه قوي، وبسيبه بقى لما يخلص كده لغايه ما ينشف، بغطي عليه لغايه ما ينشف خالص. دلوقتي انا عندي اهو بصل. البصل بحط عليه شوية ملح وفلفل صغيرين، واحط عليه دقيق عشان خاطر يقرمش. انا مقطعاه طرنشات كده. وبعدين سلقت المكرونة، فعادي مكرونة صغيرة ومكرونة سباكيتي. وهنا بقى حطيت رز على العدس برضو يغلي، وبعدين بروح جاية احط عليه شوية زيت كده، طشة بشوية زيت. دي بقى الدقة. حطيت إيه توم، احمره في زيت وبعدين اطشه بخل واحط ملح وكمون. دي بقى الصلصه بتاع الكشري. حمرت كمان 5 6 فصوص توم كده، وبعدين نزلت عليهم بالصلصه، واحط ملح وكمون وفلفل. ولو عندي فص حبهان بحب احط فيه فص حبهان، واسيبها لغايه ما الصلصه اساسي في الكشري هو الصلصه انها تبقى كتير. دي بقى الدقة. بحمر احط شوية زيت احمر فيهم الشطة كده بمعلقة صلصة. ده بقى الحمص، لازم يتنقع يجي 6 7 ساعات كده قبل ما يتحط، وبعدين تروح جاية بقى سلقاه. لازم الحمص يتنقع، لانك لو كده هيفضل يغيب عندك في السوا على البوتاجاز. ادي بقى. وبعدين برضو احمر شعرية. الشعرية هحمرها احطها شوية مية واغطي عليها. بروح جايبه بقى حاطه الشعريه بعد ما تخلص احطها على 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 المكرونه. هنا بقى اروح جايه اول حاجه احط الرز، وبعدين اروح حاطه المكرونه، وبعدين اروح حاطه ال- البصل، واحط شويه عدس بجبنه، واحط على الوش اللي هو حمص الشيا. يا ريت يا حبايبي لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك، اعجاب للقناة،